في ادمان زي السوشيال ميديا. في ناس اول ما بتصحى من النوم تلاقيها ماسكه الموبايل وبتسكرول تسكرول تسكرول، مش عارف يسيب الموبايل من ايده. ايه ده، اليوم خلص وانا قاعد طول اليوم بسكرول؟ ادمان برضه، ادمان عادات. بعد كده ادمان الفيديو جيمز، تلاقي نفسك انك قاعد اول ما تصحى اول حاجه تيجي في دماغك انا عايز انزل اقعد على القهوه، انا عايز العب بلاي ستيشن، انا عايز العب ببجي موبايل ليجند. تفضل تلعب العاب وتضيع في وقتك وفي عمرك. وبعد كده تلاقي نفسك انك دخلت في سكه التدخين ومدمن التدخين. بعد كده تلاقي نفسك انك مدمن الاكل. فدلوقتي في حاجه مشتركه الا وهي ايه؟ ان في عادات معينه انت بتدمنها. مش بس السمنه، لا مش بس اللي بتوصلك للسمنه، لا ده في عادات تانية كتير قوي دي هي كفيله ان هي تدمر لك مستقبلك وتضيع لك وقتك وتخليك في الاخر ما عملتش اي حاجه في حياتك. طب تعالوا نشوف بقى دماغي بيعمل ايه بالظبط اللي يخليني ادمن العادات دي وما اعرفش اتخلص منها. وازاي في ناس تانية ممكن تدمن حاجه زي الرياضه، ممكن تدمن حاجه تانية زي المذاكره، ممكن تدمن حاجه ثالثه زي العلاقات الجيده مع ربنا وان انت تصلي. ازاي الناس قادره تدمن عادات كويسه زي دي ويحس ان هو مش قادر يسيب فرض ربنا، مش قادر ان هو ما ينزلش الجيم النهارده، مش قادر ان هو يخلص عندي تو دو ليست لازم ان انا اخلصها، لو ما خلصتهاش احس ان انا قصرت ومتضايق جدا النهارده. ده اللي احنا جايين نفهمه فعلا دلوقتي، ودي اهم حاجه، وهو ايه؟ انك تفهم مخك بيشتغل ازاي